بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ده عشان القص والقص الصور وكده. عشان الأخ اللي كان طلب الطلب ده، فعشان تقص الصورة في أكتر من طريقة لقص الصورة يعني. في الأداة دي اللي اسمها ماجيك ووند تول، في أداة اللاسو تول دي للقص، ودي 3 أدوات للقص. 3 ممكن نستخدمهم حسب اللي احنا عايزينه. وفي أداة طبعا البين تول، يعني أداة البين تول تعتبر هي الأدق يعني والأكثر دقة، بس يعني أنا شخصيا بستخدم الأداة دي. لكن قبل ما نقص عايزين نتعلم حاجة. أداة الماجيك اللي هي الأداة دي لو الخلفية كلها لون واحد، زي الخلفية اللي قدامنا دي لونها أسود، لما بنضغط كده بتعلم على الخلفية كلها. بعد مثلا نضغط ديليت بتمسح لنا كل الخلفية. طبعا شعر عمرو ده بأسود فرايح مع الخلفية، فعشان كده يعني احنا بنعمل بس شرح سريع، وان شاء الله في دورة هتتعمل كاملة شرح لكل الادوات، شرح لكل القوائم، وهنبدأ مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله قريب جدا بإذن الله. زي ما قلنا ده الماجيك تول، الأداة السحرية او العصا السحرية. ان لو الخلفية كلها، طبعا ستيب باكورد ده عشان نرجع خطوة للخلف، الخلفية كلها لو لون واحد، لو ضغطنا في اي مكان بيبدأ يحدد لنا الخلفية كلها، وبنعمل ديليت او layer via cut layer via copy زي ما احنا عايزين، والخلفية عندنا بتتشال طبيعي ومبقدرش غير صورة عمرو دياب زي ما احنا شايفين اهو. طبعا الاختصار عشان نرجع Alt Ctrl و Z. نيجي للأداة دي. الأداة دي ميزتها ان انا بعلم او بضغط كليك هنا كده وبمشي على الحواف من بره للصورة، بيبدأ يقصها معايا زي ما احنا شايفين كده. طبعا القص مش هيبقى دقيق لان انا بعمل كشكل كروكي، بس شرح اللي ازاي الاداة بنستخدمها. بنمشي على الحواف بيبدأ يحدد لنا معانا الجسم اللي احنا عايزين نقصه بالمنظر ده كده مثلا. وبنبدأ نقص زي ما احنا شايفين، وبعدين بنرجع عند اول نقطة احنا عملناها وبنضغط تاني كليك عليها، بيبدأ يحدد لنا الشكل. وبنعمل شيفت وكنترول وحرف الاي، شيفت وكنترول وحرف الاي بيحدد لنا الصورة كاملة. وبنعمل ديليت، بروح جاي مسح الخلفية وسايب بس الصورة بتاعت الشخص اللي احنا بنقصه. دي حاجة تانية للقص، وحاجة سهلة برضو مش صعبة، وممكن نستخدم دي. بس دي بنمشي وبنعلم كل ما احنا ماشيين بنعلم كده، عشان انما التانية ميزتها انها بتمشي على الحواف لوحدها واسرع يعني. زي ما احنا شايفين كده مثلا احنا بنقص اي حاجة طبعا زي ما قلت، بس هو مجرد للمعرفة يعني، لان انت اللي هتطبق. وبعدين بعمل لير فيها كوبي مثلا او كات، ويتلاقي معايا اللير اللي انا قصه اتقص زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للقص. حضرتك كنت سألت عايز ازاي تعمل خلفية وتحط الصورة على الخلفية. طيب احنا عندنا في ان شاء الله موجود في المنتدى عندنا في الأكاديمية ملفات مفتوحة سهلة ان احنا نستخدمها. بس مجرد كل اللي علينا ان احنا بنقص صورة وبنستخدم الريندر او صورة الشخص اللي احنا قصيناه وحطيناه على، نحطها على الملفات المفتوحة اللي هي البي اس دي،
ونبدأ نعمل في الخلفيات اللي احنا عايزينها. فما بتلاقيش في صعوبة يعني، قد مثلا ما تكون حضرتك مبتدئ لسه، وازاي انك تتعلم تعمل خلفية. ده مش دلوقتي خالص يعني، مش قبل مثلا 10 12 درس ان شاء الله في الدورة لما نيجي نعملها. كده انا عملت لك درس بسيط مبسط عن ادوات القص واشكالها وكده يعني، او الاشكال العامة منها. طبعا البين تول صعبة دلوقتي عليك، فاحنا خدنا الاسهل الماجيك والماجنتك، ودول طبعا ادوات تحديد تانية. لو انا عايز مثلا الوجه بس كده، بحدد واعمله لير فيها كات مثلا، ونشوف هتبقى عامل ازاي. بيدينا مثلا الوجه بس اللي احنا عايزينه، وهكذا ده مستطيل، وبنعمل لير فيها كات ونشوف اللي يدينا الشكل اللي احنا حددناه. دي ادوات التحديد والقص التلاتة يعني اللي هيفيدوك جدا. طب انت لو قصيت وفي عندك زيادة مثلا، في عندنا الأداة دي مثلا لو استخدمتها، تمام، دي جديدة في الفوتوشوب. مثلا لو انا عملت كده 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 بس عشان نشوف الجديد، اللي هو الريفاين ايدج ده، لو ضغطت عليه بنحدد من هنا شكل الصورة اللي عايزينها تظهر ازاي، اذا كان لير منفرد اذا كان لير كله. وبعد كده بنبدأ نكبر مثلا، نعمل كده نعمل كده اللي احنا عايزينه في الصورة بنبدأ نعمله. طبعا ده كله هنشرحه واحدة واحدة. احنا قصينا وبعد كده ما علمنا بدأ يعلى شوية مننا، فكل ده هنشرحه واحدة واحدة ان شاء الله في الدورة. بس انا حبيت اعمل لحضرتك الطلب بتاعك اللي هو القص يعني، او ادوات القص، وانت عليك التنفيذ طبعا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية الجرافيك.